مساء الخير على متابعينا حلقة جديدة من برنامجكم أنا والأفوكاتو. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع المخدرات الجديدة، الآيس، الستروكس، الشابو، أنواع لسه بنسمع عنها وأنواع جديدة مش موجودة في الفترة اللي فاتت. بقى خطر ما بيهددش الشخص بس، ده شخص بيهدد الشخص نفسه واللي حواليه كمان. في حلقة النهاردة هنعرف مدى تأثير أنواع المخدرات ديت، إزاي بيأذي نفسه واللي حواليه، طب إيه عقوبتها، إيه أنواع المخدرات المنتشرة حاليا اللي هي المخدرات الجديدة زي الأيس والستروكس والشابو، هي بتبقى عبارة عن إيه ومدى تأثيرها على إيه؟ هي عبارة عن أعشاب بيتخلط عليها مواد كيميائية شديدة الخطورة. بتعمل إيه للإنسان؟ هي في المقام الأول بتأثر على الجهاز العصبي تخش على الجهاز العصبي على طول. على طول. تمام. بتبان طبعا من أول جرعة، غير المواد المخدرة التانية زي الحشيش أو البانجو. دي مواد بتطلع، دي مخدرات بتتزرع، بتطلع من الأرض. المقام الأول كان بتبقى بيبقى نبات طبيعي أصلا. نبات طبيعي، أضراره عضوية مم. وبتبان على المدى البعيد، عكس أنواع المخدرات الجديدة دي بتظهر من أول جرعة وليها أضرار كتير طبعا. طب ليه الشباب بقى يجروا على طول على أنواع المخدرات الجديدة اللي طالعة دي؟ للأسف في أنواع منها بتبقى رخيصة، فده بيخليها إن هي تبقى متداولة أكتر والشباب بتقبل عليها أكتر. غياب الأسرة. في برضو جزء من الأصدقاء، إن أنا أجرب وبعد كده أنخرط في الموضوع وأجرب مرة وبعد كده أشتريه وبعد كده أشرب. طب هل اللي بيتعاطى بيبقى عقوبته قد إيه في القانون آه, وبتختلف عن اللي بيتاجر؟ طبعا طبعا، عقوبة التعاطي بتبقى سنة حبس وغرامة. لكن الإتجار بتبدأ من مؤبد، وفي حالات بتبقى إعدام زي الجلب الخارج. يعني ممكن توصل لإعدام. ممكن توصل لإعدام. طيب هل المدمن لو هو اتمسك أول مرة، هل القاضي بيتعاطف معاه ولا القانون مفيش هزار فيه؟ لا طبعا بيبقى في تعاطف لو أول مرة، بس هي بتبقى سلطة تقديرية للقاضي في نطاق القانون. طبعا بيبقى في حساب لدوت إن هو بيبقى أول مرة يتمسك يعني، لكن لو ليه سبق قبل يعني كده دي بترجع للقاضي يعتبر. بترجع للقاضي، بتبقى سلطة تقديرية. طب لو إزاي الأسرة تبدأ تتابع سلوكيات أولادها بحيث إن هم يعرف كده من أو يكتشف إن هو بيشرب مخدرات، لا ده بيعمل حاجة غلط. بيبقى ليها أعراض كتير طبعا، أولها العصبية المفرطة. يبقى آه متعصب على طول. على طول، وبينام كتير. وزنه طبعا بينزل، بيبقى فيه شحوب في الوجه، هلالات سوداء م. تحت العين. أعراض زي كده دي طبعا بتبقى دليل على إن هو مدمن أو إن هو بيتعاطى نوع من أنواع المخدرات الجديدة. اكتشفوا بقى الأسرة إن ابنهم بيتعاطى مخدرات، يعملوا إيه قانونا؟ يتوجهوا بيه فين؟ يروحوا فين؟ في جهات طبعا بتعالج الإدمان، وده بيتم في سرية تامة طبعا. آه، مجانا؟ وبتبقى مجانا أكيد. م. واللي بيقدم على كده ما ينفعش إن هو، لا يجوز إن هو يترفع عليه دعوى جنائية عشان هو أقدم بنفسه على الشفاء أو إن هو ما يتعافى. هو ده السؤال اللي كنت هسأله لحضرتك، لو هو الشخص المدمن راح بنفسه، هل هيبقى عليه مسؤولية قانونية ولا لأ؟ لا لا لا، ما بيبقاش عليه مسؤولية قانونية. يتعالج عادي ملوش مسؤولية. والعلاج بيتم في سرية تامة وما بيبقاش فيها أي قلق خالص، وبيبقى كويس ليه طبعا. طب إمتى العلاج يبقى إجباري؟ بيبقى إجباري، ده بيبقى حكم محكمة أو قرار من النيابة العامة. في حالات لو المدمن بقى خطر على نفسه أو وعلى اللي على حواليه. وعلى اللي حواليه. اللي هيغلط هيتحاسب، أي حد، رجاء إن هو ما يمشيش غلط ويمشي صح. وكده خلصت حلقتنا، واستنونا في حلقة جديدة ببرنامجكم أنا والأفوكاتو مع حسام حسن على قلب الحدث. سلام.